اذا ما حطيتش الاستثناء يبقى معنى كده ان القاعده هتطبق ان تعاد انتخابات البرلمان والرئاسه. وحضرتك لو كنت الرئيس كنت هتقبل انك يعني تنتقل الى انتخابات اخرى بعد 100 يوم؟ لا مش بالدرجه كنت هقبل. لا مش بالدرجه كنت هقبل يعني لو مرسي قال انا ما اقبلش أيوه. وقال انا رئيس منتخب وعاوز اكمل انا لا انكر عليه هذا الامر. هو اكيد هيقول ومن معه والناس الشعب المصري اللي انتخبه هيقول هذا رئيس منتخب احنا انتخبناه ادوا له فرصه انه يحكم. ده كلام معقول. انا طبعا لاني ممكن يكون عندي اتهام باني قد ارشح نفسي في الرئاسه فبطلب بهذا الامر. ما بحبش الخوض في هذا الموضوع بطريقه حاسمه. يعني انا حتى لما حد بيقول لي انت لو كنت انت رئيس كنت قلت انتخابات، بقول لهم مش بالضروره اقول، ممكن اقول زي ما بيقول الرئيس مرسي لا استنى في الكرسي. بقول لهم مش بالضروره اقول، ممكن اقول زي ما بيقول الرئيس مرسي لا استنى في الكرسي. لا استنى في الكرسي. مش عاوز انزه نفسي عن فكره لو انت في الرئاسه عاوز تكمل ده حقه وانصاره. بس هو السؤال لو انا كنت رئيس وقلت لا عاوز استمر، مش كان هيبقى في اصوات عاقله برضه من الاخوان المسلمين او غيرهم بيقولوا لا ما تدونا فرصه للانتخابات؟ اعتقد دي كان ممكن تكون موجوده.